سلام البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا الفيديو تاع اليوم. جبت لكم اليوم الوصفه تاع هاد كيكه تيريليتشي، كيكه تركيه ولا تحليه تركيه. حبيت نشاركها معكم، يعني بعد ما لقيت يعني بزاف اللي يحبوا الوصفه حبيت نشاركها معكم بالتفصيل. شاهدوا معايا الفيديو للاخير وكيف راح نشارك معكم تحليه ثانيه بذوق الشوكولا في الفيديو مع الاخير، وكيف ما تنساش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء. نبداو مع بعضنا. هنا كما تشوفوا درت حبة تاع بيض تكون بحرارة الغرفة، ايضا 3 مغارف كبار تاع سكر عادي ومغرف صغيرة تاع لافاني. طلعوا البيض تاعنا مليح حتى يبيض لنا. فوالا كما تشوفوا هنايا نبدا. هنا نضيف عندي 4 كاس تاع زيت، نضيف 4 كاس تاع زيت. كيف نطلعوا شويه نخلطوا، ونضيفوا ايضا عندي نص كاس تاع حليب. نخلط شويه ونبداو نضيفه في الفرينه. هنا الفرينه البنات نبقاو نضيفو يعني حتى نتحصلوا على القوام يعني اللي ما اللي حابينه حنا. هنا درت نص باكي تاع خميره ونبدا نخلط هكا غير بشويه. نزيد نضيف الفرينه كيما تشوفوا. وهنا نجيب هذه سباتيل يعني ونحرك بها هكا يعني باه نتحصلوا على القوام اللي حابينه. فوالا كيما تشوفوا يكون شويه سائل مي ثقيل في نفس الوقت ومش ثقيل خلاص. هنا نجيب هادم ليمول، تحبوا ديروا في مول كبير ولا ديروا في هادم ليمول كيما نقولوا قوالب فرديه. ندهنوهم بشويه تاع زيت ونديروا حوالي 2 مغارف في كل مول، نديروا مغرف نص ولا 2 مغارف هكاك. فوالا راح ندير هنا كيما تشوفوا انا درت 2 مغارف في كل مول. كيما تشوفوا هنايا نحركهم هكا شويه باه يخرج هذوك الفقاعات هذوك اللي فيه. فوالا جبت هنا كيردون هكا. ندخلهم للفرن على 180 درجة، يكون مسخن من قبل يعني حتى يحمروا. وهنا نرجع يعني الخليط اللي بقى معايا راح نضيف له الكاكاو. فوالا كيما تشوفوا هنا بعد ما ضفت حوالي نصف يعني من نصف مغرف كبيرة تاع الكاكاو حتى نتحصلوا يعني على هذا القوام. فوالا حنجيب ليمون كيف فرديين كيما تشوفوا. هادم ليمون دهنتهم بالزيت وراح نبدا كيف نفرغ هذاك الخليط اللي بقالي في هادم ليمون. فوالا كيما تشوفوا نخلطوهم نحركوهم شويه هكا باه يخرج هذوك الفقاعات اللي فيه. فوالا كيف نديرهم بكيردون هكا. وهنا بعد ما دخلتهم للفرن خليوهم بعد ما خرجوهم خليوهم حتى يعني حتى يبردوا تماما. يعني هادم ليمون تاعي يعني يكون قيسن بحاجه بارده راح يطرطقوك عن بالكم. راح نخليهم يبردوا تماما. هنا نرجع كيما تشوفوا ندير نطلع شونتيي عادي. درت فنجال تاع شونتيي ونديروا الحليب ناقص شوي على الشونتيي يكونوا باردين. نطلع الشونتيي تاعي ونخليه على جنب ونرجعو هنا لهادم الكيكات تاعي بعد ما بردوا كيما تشوفوا. نحيو لهم هذوك الزوائد يعني تلقاوها شوي منفخه من الفوق نحيهم ولا تقدروا تنحيهم وتقلبوهم بالطريقه هذه كيما تشوفوا انا قلبتهم. ومن بعد نرجعوا نشربوهم بالحليب. هنا فيما يخص تشرب بالحليب راح نشربوهم يعني مليح مليح يعني ماشي جوستك يعني حطوا عليهم مغرف ولا 2 مغارف تاع حليب لا. راح يعني نغرقوهم مليح بالحليب يعني باه كي نمس هذاك الجينواز نلقاو يعني الحليب كي نربز على هذاك الجينواز بصباوعينا نلقاو الحليب يخرج. هذه هي الوصفه زيما هكا. فوالا نشربوهم كما قلت لكم مليح بالحليب كما تشوفوا. فوالا كيما تشوفوا راه مشربين مليح. وهاد التحليه من الاحسن كي ديروها يعني تخليوها تبات ليله كامله
هكا يعني باه تقدموها. فوالا كيما تشوفوا راهي معمرين يعني بالحليب. هنا كيما تشوفوا كي ندير هكا بصبعي نلقاهم يعني مشربين مليح، والحليب هذاك يعني شويه كي يخرج من الجينواز. ونجيبوا شونتي تاعي اللي طلعتها من قبل، نديروها يعني كطبقه ثانيه، ونعدلو نسويو هذاك السطح مليح. فوالا كيما تشوفوا انا حنحطها ويعني ونديرها نعدلها كامل مليح وندخلها يعني للفريجيدير حتى تحكم روحها. وهنا نرجعو كيما تشوفوا درت هنايا فنجال تاع شونتيي ومعاه علبه تاع ياغورت ذوق شوكولا. ديروا اي نوعيه تاع، المهم يكون ذوق شوكولا. وهنا نرجعوا لكيف الكيك تاعي بعد كيما قلت لكم بعد ما خليته برد تماما. راح ندير هنا درت حوالي مش يعني نص علبه تاع شوكولا، درت يعني اقل من نص علبه تاع شوكولا مع شويه حليب يعني ونخليه شوي سائل كيما تشوفوا. شغل نتحصلوا على صلصه تاع شوكولا جيست هيك ما نشرب به، يعني ندير زوز مغارف هكا نشرب به باه ما يبقاناش هذاك الجينواز يعني شايح. ونرجعوا يعني اللي فضلت لنا راح نزيد نضيفوا له حوالي نص كاس تاع كريمه سائله اذا كانت متوفره عندكم. اذا ما كاش يعني تقدروا تحطوا الشوكولا تاعكم ذوبوها مع شويه تاع حليب فقط يعني، وما تخليوهاش تبقى سائله يعني لازم تكون شوي ثقيله. وزيدوا لها شويه تاع زبده فقط. هنا هذوك بعد ما طلعت يعني الشونتي تاعي مع علبه تاع ياغورت ذوق شوكولا، فوالا درتهم طبقه ثانيه. وهنا ذوبت هذيك الشوكولا اللي بقات لي العلبه اللي اكثر يعني اكثر من نص علبه كما قلت لكم. ذوبتها مليح مع شويه تاع كريمه سائله، واذا كانت مش متوفره يعني تقدروا تستغناو عليها، ديروا غير مع الحليب وشويه تاع الزبده. المهم الطبقه الاخرى تكون شويه الشوكولا ثقيله. وهنا نرجعوا للكراميل. فوالا هذه الطبقه الاخيره اللي حنديروها في التحليه تريليتشي. الطبقه الاخيره هي كراميل. درت هنا كما تشوفوا فنجال تاع سكر، راح نخليه يعني نقصله ونخليه يعني حتى يذوب تماما. وهنايا درت شويه تاع مغرف، حوالي مغرف صغيره تاع زبده نخلطها مليح. وراح نضيف هنا كما تشوفوا درت فنجال تاع حليب معاه نص مغرف صغيره تاع نشا او مايزينا وخلطتهم مليح. وهنا درت رشه تاع ملح. فوالا هنا تحصلوا على كراميل تكون سائله بهذا القوام. وهنا كما تشوفوا درتها كطبقه اخيره، ومن الفوق درت خطوط بكريم شونتيي. ودرت هذه الطريقه، هذه التحليه تاعنا، تحليه ولا كيكه تريليتشي، الكيكه التركيه. البنات خليوها بعد ما ديروها يعني خليوها تبات ليله كامله. وهنا فيما يخص التحليه تاع الشوكولا زينتها بالفريز وهذاك الفو بيستاش من الفوق، ولا تقدروا ديروا بيستاش اللي متوفر عندها، والتزيين يبقى اختياري. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم.